السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جبت لكم الفصول الجديدة من حكاية فانغي. فلو انت لسه ما شفتش الفصول التانية فروح شوفها انت دلوقتي، ويلا بينا نكمل باقي الحكاية. فانا قبل ما ابدأ الحكاية عاوز اعرفكم ان انا تعبان شويتين، وعشان كده صوتي في الفيديو دوت مش هيبقى كويس فعشان ما اطولش عليكم يلا بينا نبدأ باقي الحكاية ونكمل باقي الحكاية. وبعد كده بنكمل حكايتنا بعد ما فانغ بيزرع طاقته في النبتة بتاعته، وبعد ما زرع الطاقة فيها بنشوف ان حجمها كبر كتير، بس مرة واحدة وبدون اي مقدمات النبتة دي بتبدأ اللي هي تسلب كل اشكال الحياة من حواليها. حرفيا اخدت كل طاقة النباتات من حواليها وخلت كل الاشجار كأنها شوية رماد، ومقابل كده بتبدأ لها تكبر، وفانغ بعدها بيقتلعها وبيقول انا وانا جاي شفت جمالات كتيرة كانت موجودة، بس وقتها النبتة لسه برضه بتكون قاعدة بتسلب في طاقة الحياة من النباتات اللي حواليها. بس وقتها الكاميرات وجهاز الإنذار بيبدأوا اللي هم يشتغلوا، فوقتها فانغ بيضطر اللي هو يمشي من المكان. وفي قسم نباتات الإحياء الإنذار وقتها بيكون شغال عندهم، فبيضطر اللي هم يطلعوا من المكان اللي هم فيه ويشوفوا فيه إيه برا. واول ما بيطلع واحد بيبص على المستشعر اللي عنده وبيقول ده مرعب اوي كده، ده عند البوابة الشمالية كانت التقلبات 8 و10، اما دلوقتي فهي 30. وصاحبه بيقول له المفروض ان التقلبات اول ما بتعدي الرقم 10 الجيش هو اللي بيبحث في الاماكن ديت، هو يبدأوا يبحثوا في طاقة الحرارة وكده، بس بيلاقي ان كل حاجة موجودة طبيعية جدا. بعد الواد بيقول ايه الصفة اللي ممكن تاخد حياة النباتات دي كلها، بس الراجل بعديها بيقول له ان هو مش يقترب اكتر عشان ديت هي صفة الدمار. وبيقول لهم فاكرين الكارما اللي كانت متدلية من السماء؟ الكارما ديت قدرتها هي نفس القدرات اللي حصلت هنا، ده كمان مش اي حد يقدر يلمسها، ولو اي حد كده هو عادي لمسها ممكن تستنزف قوة الحياة من عنده. الوضع ده بيرتعب من اللي الراجل بيقوله، وبيقول اي خطوة لقدام ممكن نموت فيها. الراجل وقتها بيقول له بالظبط، وبيقول له فاكر الشجرة اللي كانت قدراتها نفس القدرات ديت؟ اي حاجة كانت بتقرب منها كانت على طول بتموت، الحاجات ديت احنا مستحيل نستهين بيها. بعدها الرائد هان بيوصل وبيقول هو سمع الوضع، والكل بيكون مصدوم من حضوره. هو بيقول للفرق اللي معاه اللي هم يلبسوا الأقنعة عشان هيبدأوا دلوقتي، وفعلا الكل بيبدأ يلبس الأقنعة، وبيضلهم بعديها يمشوا لقدام على أمل إن هم يعرفوا ايه اللي حصل. بعديها هان بيقول لسو إنهم يتحققوا من اللي حصل، وفعلا بعديها بيتحققوا من المكان اللي جاي منه كل الطاقة ديت. وبعد ما بيعرفوا بينصدموا عشان الزهرة على طول أساسا كانت اتخلعت من فانغ، وبيكونوا مصدومين لما عرفوا إن المصدر تم اقتلاعه. وبعدها الراجل اللي يكون معاهم بيكون مصدوم، وهان بيقول وان الشخص اللي اخترعه دوت اكيد هويته مشبوهه جدا، بس بعد كده بيشوف كاميرات المراقبه واللي هيك هيطلعوا تتفنغي وكده. وبعدها الرائد هان بيقول ان المعلومات دي كلها تروح عند الجمعيه، وسو بعدها بتقول له مفهوم. وبعد ساعتين عند منزل فانغ كان بيكون مبسوط من الزهرة اللي كان حاطها عنده. خلي بالك كده قبل المشاهد عشان الزهرة ديت بتسلب الأروح، انت دلوقتي مش حطيت لايك هتسلب روحك، انا بقول لك اهو. وقتها فانغ بيقول ان مع قدرتها ديت فهتكون مفيدة جدا في القتالات. بعد كده صديق فانغ بيبدأ اللي هو يرن على فانغ، وقتها فانغ بيقول مش دوت وانغ اللي انا اساسا كنت قابلته من 3 سنين فاتوا، ده صديق طفولتي يا عم. بيرد عليه وبيقول له يا عم الوقت انت جيت، وبيقول له ايوه يا عم انا جيت، ايه رايك نتقابل عند القهوه؟ انا عندي حاجه عاوز اقولها لك. وبعد ما بيخلص المكالمه بينزل تليفونه على الترابيزه وبيقول تقرير سيدي انا نفذت تعليماتك. بتقول له طيب انت دلوقتي لو طلع هو فهنكمل المهمه، اما لو مش هو فاديله نصيحه بما انك صديقه وكده. بعد كده وفانغ بيبدأ اللي هم يشربوا عصير المانجا، بلاش نقول اسمه التاني. وقتها وانغ بيقول انا في ال3 سنين اللي كنت فيهم في الجيش اتعلمت حاجات كتير، انت ايه اللي حصل لك ولا ايه الحكايه؟ فانا بعدها بيقول في السر وانا فاكر ان في حياتي التانية كنت عارف ان وقتها وانغ بيموت في قتاله، لكن دلوقتي هو عايش وانا اعمل كل حاجه عشان اقدر احميه وكده. وقتها وانغ بيقول له انت ما حسيتش باي حاجه غريبه في الايام اللي فاتت؟ فانغ وقتها بيقول في باله هو بيحاول يستجوبني ولا حاجه. فانغ بيقول له وقتها انا مش فاهم انت عاوز تقول ايه بالظبط، حاول كده توضح كلامك شويه. وقتها وانغ بيبدأ يحكي له على حاجات فانغ اصلا عارفها بسبب حياته اللي فاتت.
واللي هو يعني على الوحوش وما اعرفش ايه والحاجات دي. فيعني لو انت عارف الحاجات ديت وما استفدتش بكلمة فتكون يعني بخير وكده. وقتها بيجي تصلي وانغمي القاعدة بتاعته واللي هي يعني بتزعق له وبتقول له يلا بقى تعالى بسرعة كده خلال 10 دقايق، في مشكلة عندنا ولازم تيجي بسرعة. وقتها فنغ بيقول له هداد بخصوص الطاقة الروحية أنا عاوز أجي معاك، خدني معاك، أنا كده أساسا واثق إن أنت مستحيل تعمل لي أي حاجة عشان صديقك. وفعلا بيقرر اللي هو ياخده معاه. وبعديها عند المنطقة المحظورة رقم 19، وفعلا بيدخلوا لي جوه المكان جوه المنطقة 19 المحظورة. بس أول ما بيخشوا بينصدموا من اللي قدامهم. أيوة، وحشي مندمج ما بين سمة الظلام وسمة النار، والكل مش بيكون عارف يعمل أي حاجة قدام الوحش دوت. وقتها فالغ بيعرف إن ديت سمة اندماج. وقتها القاهرة بتقوله فعلا لما بيكون سمة الاندماج معمولة على وحش زي دوت فبتكون قوته مرعبة، وديت بتكون اسمها الضابطة جيلان. وقتها بتقول لوانغ انه بسرعة يروح يجيب سلاح ويحارب مع البقية عشان يعرف يساعدهم. هو تبص بعدها الفنغ بيقول هو دوت فعلا الشخص اللي احنا كنا بنتكلم عنه ده، حتى انا مش حاسة بأي طاقة روحية منه. وبتقول لفرغ لأي حاجة هشوفها دلوقتي لازم أن تكون سر. وفعلا كل وقتها بيكون قاعد بيضرب في الوحش ضربات من كل حتة ومفيش حد راحم، والوحش بيكون فعلا وقتها قرب ينهزم. جي كمان بتضرب بالرشاشات ومحدش راحم في الوحش. بس بعديها الوحش بيتعصب بيطلع كل قوته اول حد وبيجي قدامه وهي البت دي بيكون لسه يقتلها، بس جيلان بتتدخل في الوقت المناسب. وقتها فرغ بيكون مبسوط من عملهم الجماعي، بس بعدها بيتصدم من حاجة. أيوة، ايه الوحش خلاص طاقته قربت تظهر، بس بعديها بيزعل الكل عشان يبعدوا قبل ما الوحش يفجر كل طاقته. وفعلا بعديها الوحش طاقته بتكتر، شكله بيتغير وبقى أكبر بكتير. كده سمة الظلام بتكون اندمجت بالكامل مع سمة النار. وقتها الوحش بيبص قدامه وهو بيلاقي قدامه ونغ كلام من جي وفانغ بينادوا عليه بسرعة، بس وقتها مش بيلحق اللي هو يتفادى الضربة. فانغ بعدها بسرعة بيشوف وانغ قدامه وبيجري عليه وبيروح يطمن عليه، بيطمن اذا كان بخير ولا لأ. وقتها وانغ بيقول له هو بخير ان هو قدر يصد الضربة شويتين قبل ما هي تأثر فيه بالكامل. احنا جنود المنطقة 19 عمرنا ما هنستسلم. وقتها فرغ بيكون زعلان من اللي حصل لونغ. وقتها القايدة جيلان بتزعق عليهم كلهم بتقول لهم يلا احنا لازم نقتلوه، مستحيل ننسحب حتى لو هنضحي بأرواحنا. فرغ بعدها بينطلق على الوحش بسرعة جبارة. جيلان بعدها بتقول له انت ناوي تعمل ايه؟ كده بينتهوا الفصلين الجداد من حكاية فنغي. بما اننا يعني وصلنا عند حتة حماس وكده فنحاول ننزل الفصلين الجداد في اسرع وقت. فلو انت بقى وصلت لحد دلوقتي لسه محطتش لايك في اشتراك فحطهم يلا دلوقتي. عاوزين ايه اكتر من كده؟ عملت لكم فيديو في عز ما انا تعبان وفي الاخر يعني مش عاوزين تحطوا لايك واشتراك؟ ايه البخل ده يا جدعان؟ وكده اكون خلصت كلامي ويلا سلام. اصل